بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا الوضوء قبل كل صلاة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. ورسولنا صلى الله عليه وسلم حث على إحسان الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة من وجهه نظر إليها بعينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشت بها يديه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت مع رجليه كل خطيئة مشتها رجليه مع الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك خطأ يقع فيه بعض الناس عندما يتوضأ، طبعا يغسل الكف في بداية الوضوء وينسى غسلها مع الذراعين. ذكرنا في بداية المقطع أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فغسل الكف في بداية الوضوء سنة، غسل الكف في بداية الوضوء سنة، وغسله إلى الذراعين بعد غسل الوجه ركن من أركان الوضوء. هكذا يبدأ من بداية الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرفق في اليمين وفي اليسار، هذا بعد غسل الوجه. وأما في بداية الوضوء فهو سنة، إذا فعله اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يفعله لا شيء عليه. أما إذا ترك غسل الكفين مع المرفقين غسل الكفين إلى المرفق في الذراعين فإن وضوءه يكون باطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من المتقين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.